سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وفي مالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. استعدادات واسعة لاحتفالات عيد الاستقلال في الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع مدارس القاشبركة الرياضي الثقافي. تسجيل تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال 35 عاما. قمة إفريقية فرنسية تبحث سبل تعزيز التمويل والاستثمارات. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. قبل زيارة ترامب، الصين ترفض العقوبات الأحادية غير المشروعة. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت إدارة الإقليم الأوسط أن الاستعدادات جرت منذ شهر يناير للاحتفال بحفاوة كبيرة بعيد الاستقلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم السيد أسمروم صقبرهان أن الفعاليات ستشمل أسبوع الاستقلال في المدارس وكرنفال وحفلات شعبية وعروض فنية ومآدب مجتمعية وغيرها. وذكر عن افتتاح هذه الفعاليات في 5 من مايو بأسبوع المدارس الذي يستمر إلى 23 من مايو بمشاركة 312 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وأشار إلى أن الكرنفال من البرامج التي تعكس المواهب الإبداعية للشباب، وستشارك فيه 13 مديرية في أسمرة بشكل جماعي. وقال إن الحفلات والمآدب المجتمعية تعبر عن وحدتنا، وسيتم هذه السنة إقامة 59 مأدبة في مديريات أسمرة و143 في مديريات بريخ وقال نفحي وسلجقة. وشكر السيد أسمرون في الختام المؤسسات والشعب وكل من يساهم لإخراج الاحتفال بالذكرى 35 للاستقلال بالحفاوة المرجوة. نظم في مدينة بارنتو من 9 حتى 11 من مايو أسبوع مدارس إقليم القاشبركة الرياضي والثقافي. شارك في البرنامج المنظم تحت شعار عمل منسق لجودة التعليم حوالي 800 طالب و350 من أولياء الأمور والمعلمين من 16 مديرية. أوضح منسق برامج الثقافة والرياضة والصحة في مكتب التعليم بإقليم القاشبركة الأستاذ سلمون تخلا هيمانوت إن إقامة الفعالية بالتزامن مع أعياد الاستقلال له إسهام كبير في غرس القيم. وشكر المساهمين في تنظيم وحفاوة الأسبوع المدرسي. وقال إن الأسبوع المدرسي الذي تضمن قرى تعليمية ومسابقات ثقافية وبرامج تعليمية ومنافسات رياضية يخلق الأرضية للتعرف على الطلاب ذوي المهارات والمواهب المختلفة وتنمية القدرات التنافسية، داعيا إلى تعزيز دور الآباء ومقدمي الرعاية والمعلمين في المستقبل. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة سيد إدريس صالح أن الأسبوع المدرسي له أهمية كبيرة باعتباره جزءا من المنهج الدراسي الأكاديمي، ومشاركة طلاب ناجحون يتنافسون على مستوى المدرسة والمديرية. ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الشركاء من أجل الدفع به قدما. أعلنت وزارة الزراعة أن البلاد سجلت تقدما ملحوظا في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الخدمات البيطرية والإنتاج الحيواني خلال السنوات 35 الماضية منذ الاستقلال. وأوضحت الوزارة أن برامج التطعيم البيطري شهدت توسعا كبيرا بهدف مكافحة الأمراض الحيوانية المختلفة، حيث كانت الدولة تقوم منذ عام 2013 بتطعيم نحو 2.5 مليون رأس من الماشية سنويا ضد أمراض تصيب الأغنام والماعز والأبقار والإبل وغيرها، بينما ارتفع العدد منذ عام 2025 إلى أكثر من 6 ملايين رأس سنويا، الأمر الذي ساهم في خفض معدلات انتشار الأمراض ونفوق الحيوانات إلى مستويات متدنية.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن نشاط تربية الدواجن وإنتاج البيض كان محدودا للغاية خلال السنوات الأولى للاستقلال، وتمكنت الحكومة من توزيع أكثر من 8 ملايين فرخة على المستفيدين في مختلف المناطق، ما ساهم في توسيع الإنتاج وتحسين الأمن الغذائي. وفي قطاع تربية النحل، أوضحت الوزارة أن عدد خلايا النحل الذي كان يقدر بحوالي 19 ألف عام 1991 ارتفع تدريجيا ليصل حاليا إلى أكثر من 46 ألف خلية. كما أشار التقرير إلى استمرار استبدال خلايا النحل التقليدية بخلايا حديثة، وهو ما ساهم في زيادة إنتاج العسل وانخفاض أسعاره بأكثر من النصف مقارنة بالفترات السابقة. وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطط تطوير القطاع الزراعي والحيواني وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين. شهدت مديرية دكم حري توسعا ملحوظا في خدمات التعليم التمهيدي خلال العام الدراسي 2025-2026، حيث ارتفع عدد مؤسسات رياض الأطفال بنسبة 76% ليصل إلى 41 مؤسسة. وأوضح منسق رياض الأطفال في مديرية دكم حري الأستاذ شيشا يوهنس أن خدمات التعليم التمهيدي أصبحت متوفرة في 31 قرية، مشيرا إلى أن 438 طفلا يتابعون دراستهم حاليا ضمن هذه المؤسسات خلال العام الجاري. وأضاف أن المعلمين تلقوا تدريبا لمدة شهر كامل قبل انطلاق الدراسة الرسمية، مؤكدا أن هذا التدريب يسهم بصورة كبيرة في تعزيز جودة التعليم وتحسين كفاءة العملية التعليمية. من جانبها، أكدت مشرفة التعليم التمهيدي الأستاذة سماينش قبر سلاسي أن مرحلة رياض الأطفال تمثل أساسا مهما في المسيرة التعليمية للطفل، داعية إلى توسيع الخدمة لتشمل القرى التي لم تستفد منها حتى الآن. بحث حاكم إقليم القاشبرك السفير محمود علي حروي في 9 مايو تنفيذ البرامج التنموية والإدارية في مديرية شامبوكو. لدى اجتماعه مع السكان تناولت أبرز المشاريع والخطط الجاري تنفيذها على مستوى المديرية، وبصورة خاصة في إدارة ضاحية بادمه. وأوضح السفير محمود أن الجهود المبذولة تهدف إلى توفير بيئة مستقرة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الإدارية والأساسية، مشيرا إلى أن انتخاب مسؤولي إدارات الضواحي وتوزيع وثائق الإقامة إلى جانب تنظيم خدمات التعليم والصحة تمثل خطوات عملية في مسار تعزيز الاستقرار والتنمية. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من المشاريع، من بينها توزيع الأراضي الزراعية والسكنية وبدء خدمات النقل بالحافلات. وخلال زيارته الميدانية تفقد السفير محمود مدرسة قيد الإنشاء في إدارة ضاحية قرمه، يتم تنفيذها بمبادرة شعبية وبمساهمة من أفراد قوات الدفاع. كما اطلع على الأراضي الزراعية القابلة للاستثمار في ضواحي بادمه. من جهتهم، عبر المشاركون عن تقديرهم للتحسن الملحوظ في الخدمات الأساسية والبيئة التنموية، مع المطالبة باستكمال بقية الخدمات الضرورية. وفي ختام الاجتماع شدد السفير محمود علي حروي على أن نجاح البرامج التنموية والخدمية يتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، إضافة إلى التزام الإداريين والجهات التنفيذية، داعيا إلى تعزيز دعم المشاريع التنموية القائمة على المبادرات الشعبية. استشهد المناضل رؤسهم هبت ميكائيل ولد ميكائيل في 9 مايو بعد معاناة مع المرض، وذلك عن عمر ناهز 70 عاما. وكان الشهيد قد التحق بصفوف القوات الشعبية لتحرير إريتريا في نوفمبر من عام 1975، حيث ساهم خلال فترة الكفاح المسلح في عدد من المواقع شملت قسم الزراعة والقوات المقاتلة وقسم الصحة، إضافة إلى قسم الإعلام. وبعد الاستقلال واصل الشهيد أداء واجبه الوطني بإخلاص وتفان من خلال عمله في وزارة التجارة والصناعة، قبل أن يعين منذ عام 2009 وحتى تاريخ استشهاده في مؤسسة الغلال والمواشي. الشهيد رؤسهم هبت ميكائيل متزوج وأب ل3 أبناء، وقد أقيمت مراسم دفن جثمانه اليوم 11 مايو في مقبرة الشهداء بأسمر وسط حضور أسرته ورفاقه وزملائه. وإذ تعبر مؤسسة الغلال والمواشي عن بالغ حزنها لفقدان المناضل القديم رؤسهم هبت ميكائيل ولد ميكائيل،
تقدم تعازيها الحارة إلى أسرته ورفاقه وزملائه. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قال وزير الخارجية الكيني موساليا مودافادي أن القادة الأفارقة سيستغلون قمة تستمر اليومين في نيروبي مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لإطلاق مسعى جديد لإعادة النظر في كيفية تقييم المخاطر في القارة وفتح الطريق أمام تدفقات الاستثمار إلى القطاعات الرئيسية. ويحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووفود من أكثر من 30 دولة إفريقية القمة التي تعقد تحت شعار إفريقيا إلى الأمام، ويستضيفها الرئيس الكيني ويليام روتو إلى جانب ماكرون. وقال ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام أنه يرغب في تحسين فرص حصول إفريقيا على التمويل. وتعقد فرنسا بانتظام اجتماعات قمة مع الدول الإفريقية على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها قمة في دولة ناطقة باللغة الإنجليزية بشكل رئيسي. ويهدف الاتحاد الإفريقي إلى إنشاء وكالة تصنيف ائتماني على مستوى القارة يقول مؤيدوها إنها ستوفر تقييما أكثر دقة للمخاطر الإفريقية. ووصف مودافادي هذه الجهود بأنها بالغة الأهمية. أعلن المجلس الأوروبي أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا. وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا. وقال المجلس الأوروبي في بيان إن القرار يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي. يأتي ذلك فيما يشارك وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني في فعاليات منتدى تنسيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في العاصمة البلجيكية بروكسل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا. من جهتها قالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسطة دوبرافكا شويسا أنه يتم العمل على تنفيذ حزمة مالية تقدر ب 175 مليون يورو هذا العام كجزء من دعم الحكومة السورية في إعادة الإعمار وتحقيق التعافي. استبقت الصين زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين بإعلان رفضها للعقوبات الأحادية غير المشروعة التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كوا جياكون إن الصين تعارض بحزم العقوبات الأحادية غير المشروعة التي ليس لها أساس في القانون الدولي أو تفويض من مجلس الأمن للأمم المتحدة، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الصينية بدعوى مساعدة إيران. وحول زيارة ترامب أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستسعى إلى ضمان المزيد من الاستقرار في العلاقات الدولية خلال قمة الرئيسين الصيني والأمريكي المقررة هذا الأسبوع. ويتوقع أن تهيمن العلاقات التجارية على المباحثات بين الرئيسين من دون أن تغيب عنها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. تسعى ألمانيا إلى شراء صواريخ توماهوك الأمريكية بعيدة المدى لأول مرة بعد تراجع العلاقات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على خلفية الحرب في إيران. وبحسب تقرير تعمل برلين على إحياء خطتها لشراء صواريخ توماهوك من منصات إطلاق تايفون الأمريكية بعد قرار البنتاغون إلغاء نشر كتيبة أمريكية مزودة بهذه الصواريخ في ألمانيا ضمن ترتيبات سابقة لحلف شمال الأطلسي. ويأتي التحرك الألماني بعد قرار أمريكي بإعادة نشر الكتيبة المخصصة لألمانيا في موقع آخر، إضافة إلى إعلان ترامب سحب 5000 جندي أمريكي من الأراضي الألمانية في خطوة اعتبرت ردا على انتقادات ميرتس للحرب الأمريكية على إيران. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين.
استعدادات واسعة لاحتفالات عيد الاستقلال في الإقليم الأوسط. تنظيم أسبوع مدارس القاشبركة الرياضي الثقافي. تسجيل تقدم مشجع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين الإنتاج خلال 35 عاماً. قمة إفريقية فرنسية تبحث سبل تعزيز التمويل والاستثمارات. الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية مع سوريا. قبل زيارة ترامب، الصين ترفض العقوبات الأحادية غير المشروعة. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على فهم سرعة